اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايالكم بفيديو جديد خطير، جايالكم بفيديو روتين التغيير والتجديد. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف هنعمل ايه ونشوف العظمه اللي هتحصل النهارده. اول حاجه زي ما انتوا شفتوا كده معايا في بدايه الفيديو، الريسبشن كنت شايله الكفر بتاع الكوشن وغسلاها والدنيا تمام. جيت طبعا الخلطة اكيد كلكم حفظتوها، واحنا بقينا خلاص معتمدينها في كل التنظيفات بتاعتنا. طبق وفي حبة مية وكلوريل الوان وخل وحبة من الاكسجين، حطيتهم كده وبفوطة، وابتديت ان انا المع الريسبشن كله. دي خلطة رهيبة، بتشفط الأتربة وبتطلع البقع وبتعقم وبتطهر وبتخلي الريحة حلوة وبتخلي الفرش تحفة. وزي ما قلت لكم تعملي بيها الانتريه، السفرة، الركنة، كمان لو ظهر السرير بتاعك كابوتونيه. خلطة جبارة في كل الاستخدامات. وبعد كده بعد ما خلصت رحت ضمه الريسبشن كله في النص كده علشان ابدا افضي الجنبين واعرف انضف بقى براحتي. جبت المكنسه ولا هتعفر معاكي ولا هتطلع غبار ولا هتبهدل اللي انت عملتيه، بالعكس هتشفط كل حاجه وتخلي كل حاجه حواليك نظيفه زي ما هي. انا بحب المكنسه اكتر حاجه عن المقشه، بس بيجي وقت وبستخدمها. المهم خلصت كده، وهنا ابتديت اعمل كمان كراسي السفرة بنفس الخلطة. بجد جربوها وان شاء الله هتدعولي. خلصت كده كل كراسي السفرة بنفس الطريقة، والجو يعني حلو، هينشفوا بسرعة ومش هياخدوا وقت. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة بقت نظيفة وزي الفل. خليت هنا اياد يساعدني، ربنا يهديه ويصلح حاله ويصلح حال اولادكم جميعا. قلت له تعالى نظف معايا الجزء اللي بيبقى في السيراميك ده. اديته بقى طبق وفيه ميه وحبه من الاكسجين، وقلت له نظف انت القطعه اللي تحت دي، وانا ابتديت المع الزراير بتاعه الكهرباء علشان انظف. ما لازم واحنا بننظف يا ولاد نساعد بعض، ما هو مش هينفع كل حاجه تبقى عليا. انا بديهم مهام يعملوها بسيطه وعلى قد سنهم. المهم جيت هنا كده خلصت كل الزراير بتاعة الكهرباء وبقت بتلمع وزي الفل. الحوائط عندي كانت نظيفة، ما كانتش محتاجة ان انا اغسلها. تمام. جيت بقى هنا عند السفرة وابتديت اشيل كل الديكورات اللي عليها علشان هغسلها غسلة كويسة وهنرجع كل حاجة على نظافة. ابتديت اشيل التراب لان هي كان عليها اتربة. شلت كده الاتربه بجد. الموب الصغيره اللي معايا دي تحفه تحفه تحفه، بتلم الاتربه بشكل رهيب، وطبعا بتلمع جدا. ومش عايزه اقول لكم بتلمع الشاشات ازاي، بتخليها بتبرق. خلصت كده وغسلت هنا الازاز بتاع السفرة كويس، وابتديت كده بالمساحة الصغنطوطة دي بتاعة الرخام ألم كل الرغاوي. بجد يا بنات المساحة دي اختراع وهتسهل عليكي لو بتغسلي السفرة، لو بتغسلي الرخامات، لو عندك بقى المراية بتاعة التويلت بتلمع ومش بتسيب ولا فتفوتة مية. لمعت كده السفرة وخليتها زي الفل، وهنبدأ بقى ايه نرص الديكورات بتاعتنا على نظافة. النهاردة بقى هتشوفوا معايا في الفيديو حبة حاجات خطيرة، وطبعا لازم تقولوا لي رأيكم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك كبير جدا. جبت هنا بقى السبحة اللي وريتها لكم في المشتريات. قعدت كده اشوف عايزة اعمل لها ديكور حلو وبتاع. المهم في الاخر رحت حطها كده يعني.
قعدت اجرب كذا حاجة لحد ما ثبتها بالشكل ده. وخلاص على كده رجعت كل حاجة على السفرة تاني مكانها، زي ما انتوا شايفين كل حاجة بتلمع ونضيفة. خلاص هنا هنمسح الارضيات. جبت الموب بتاعتي وابتديت احط فيها غطا واحد بس من الجنرال. عايزاكم بقى تقولولي هو الجنرال ده معانا ولا مش معانا. هو انا عندي اللي هو العبوة دي هي كبيرة جدا طبعا، وعندي بقالها كتير قوي. انا خلاص هخلصها وكده كده مش هجيبها تاني يعني، بس قولولي هو معانا ولا مش معانا، عشان انا بصراحة مش عارفة. وجيت هنا ركبت بقى غيار جديد للموب، وهنمسح بقى الارض ونخليها فله. عايزاكوا بقى يعني الفيديو ده يوصل اكبر عدد لايكات، لاني تعبت في الفيديو ده جدا، سواء بقى في التصوير او في المونتاج او وفي الصرف. يا جماعة بجد صرف صرف الصرف الصرف ده. وهنا كده خلصت وكل حاجة نشفت ورجعت مطرحها. وتعالوا بقى شوفوا القمر اللي هيحصل دلوقتي. بصوا شايفين الارض عاملة ازاي. لو كنتوا فاكرين كنت بحط في النص كده قطع سجاد دوريات صغيرة كده، صح؟ مش هنحطها المرة دي. هتشوفوا بقى هنعمل ايه. طبعا السلم الديكور ده انا نضفته، والشجرة دي لمعتها. بصوا بقى، بصوا بصوا بصوا. تا 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 قولوا لي ايه رأيكم بقى. جبت حافظات السجاد دي قمر، قمر جدا، شكلهم حلو قوي. جبتهم من عند الجميلة الأمورة أم تمارة. بجد بجد بجد. انا اول ما شفت الصور بتاعه الحافظات دي خطفتني، خطفت قلبي. اولا حسيت انه شكله مش منتشر، وشكله جميل وحلو ورايق كده، وماشي جدا 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 على الستايل بتاع الريسبشن عندي. المهم كلمت ام تمارة، بنوته قمر عسل وذوق جدا جدا جدا. وابتديت اختار منها الحاجات اللي انا كنت محتاجاها، وهي بعتتهم لي. والفيديو النهارده تقريبا كده كله برعايه ام تمارة. هتشوفوا جبت منها ايه. جبت منها حاجات حلوه قوي قوي قوي. وطبعا لو عايزين تعرفوا تفاصيل عن اي حاجه انا جبتها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. قولوا لي بقى ايه رايكم في الحفظات. انا مبهوره بيهم بجد، حبيتهم قوي. خلصت وفرشت كده الحفظات وكنت مبسوطه بيهم، ورشيت معطر. وبجد بصوا شكل الريسبشن في الاخر اختلف 360 درجه. وزي ما قلت لكم طبعا، وكل مره هنقول، لو عايزه تثبتي المعطر بتاعك هترشي على المفروشات والمنسوجات بتاعتك، على الانتريه، على السرير، على الستاير، وعلى السجاد. الروايح بتاعه المعطرات هتثبت اطول فتره ممكنه. خلصت ريسبشن ويلا بينا على غرفه الولاد، لان هي كمان هتتحول. زي ما قلت لكم النهارده روتين التغيير والتجديد. هنشيل بقى الكفر بتاع المرتبه، وهننضف السرير تنظيفه حلوه. خدوا بالكم كفر المرتبه كان لونه نبيتي، تمام؟ اكيد كلكم حافظين لونه يعني. انا حبيت اغير شويه في اوضه الاطفال، وكنت عايزه اجيب كفر تاني لمرتبه الاطفال. المهم جبت الكفر القمر ده. بصوا لونه خطير، انا بحب اللون الرمادي قوي، فجبت اللون الرمادي. هي درجته حلوه قوي قوي قوي. وبصوا كده الاجناب بتاعته برضو لونها رمادي مش بيضه، ده اللي عجبني فيه بقى بصراحه. وفرشته كده وبصوا خطير خطير. نسكت لحد هنا؟ لا، ما هي متمرة ورانا ورانا. جبنا منها ايه كمان؟ جبنا منها طقم ملايات السرير القمر ده. هي كانت منزله اشكال كتير قوي، بس انا بصراحه خليت الولاد اختاروا، فهم اختاروا الطقم ده، وده ذوقهم هم. فانا سبت لهم المره دي الاختيار ويختاروا على ذوقهم. بصوا بقى الملاية لما اتفرشت جميلة جميلة وناعمة وحلوة، وكفر المرتبة بيثبت ثبات رهيب بجد، ثباته خطير ومش بيتحرك من مكانه. وطبعا هو واتر بروف، مش بيوصل اي مية ولا اي سوائل بتدلق عليه على المرتبة نهائي. بجد بيحافظ على المرتبة وبيخليها جديدة وزي الفل. وهنا بقى كده مسكت الارفف دي لمعتها، ولمعت الديكورات اللي عليها ورجعتها مكانها. عملنا بقى شوية حاجات كده. التغييرات اللي عملناها مش كبيرة قوي، بس فرقت جدا.
هنا كده كنت بنظف فلقيت الميداليات بتاعه الولاد كانت على الكنبه، شلتها رجعتها مكانها. وهننضف برضو الكنبه دي ونحط كل المخدات عليها، ونشفط بقى الارض بالمكنسه القمر، ونبدا بقى ندي الارض مسحه كويسه. عايزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في كمان الحفاظات او قصدي الكفرات بتاعة المرتبة، وكمان الملايات بتاعة غرفة الولاد. اديت بقى الارض تلميعة فلة، وبجد الغرفة بعد ما نطفت اتفرجوا على الجمال والحلاوة والروقان، قمر. بجد والله عايزة اقول لكم الملاية ناعمة قوي قوي، وبتثبت على السرير وحلوة جدا. انا عجبوني قوي قوي الكفرات بتاعه السراير، خطيره. ندخل بقى على الغرفه بتاعتي، نشيل بقى طقم الملايات ده، انا حبيته وسبته حبه حلوين بس خلاص بقى هشيله. وكمان بصوا هنا الكفر بتاع المرتبه بتاعه اوضتي لونه بينك، هنشيله وهنحط الكفر الجديد. ما انا قلت لكم الفيديو برعايه ام تماره. شلنا الكفر وهندي السرير التنفيضه المحترمه، عشان ايه؟ السرير بقى يستقبل الكفر الجديد على نظافه. لمعت كده الاخشاب وظبطت الدنيا، ويلا نحط بقى الكفر. انا المره دي جبت كفر للغرفه بتاعتي ابيض يا جماعه. قولوا لي بقى مين كان متوقع ان انا هجيب ابيض، علشان في ناس كتير عارفه ان انا بحب اللون الابيض وعاشقه للون الابيض، وتقريبا كل حاجه في البيت عندي بقت بيضه. المهم بصوا الكفر تحفة تحفة تحفة. كل الكفرات اللي عندها لون الكفر هو نفس لون الأجناب بتاعة الكفر، وتحفة بجد خطير. فرشت الملاية دي عايزة أقول لكم ستان هي تركي، ثبتت جدا 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 على كفر المرتبة. هنا كنت جايبة الكوشن دي من عند أم تمارة، وركبتها كده في الخداديات وحطيتها على السرير، وجبت منها كمان الستاير دي بنفس لون ورسمة الكوشن. الستاير جاهزة على التركيب يا بنات، هي عندها كده الستارة انت بتختاري الشكل بتبقى جاهزة على التركيب على طول. شوفوا بقى الستارة بتاعتي كان لونها ايه وبقت ايه. بجد الستارة لما ركبت خطيرة قوي 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 وحلوة جدا. انا جبت قطعتين طبعا. وهنا كده هلمع بقى وقولولي ايه رأيكم. انا عملت كده الكوشن والستارة نفس الشكل ده لغرفتي انا، وجبت الكفر بتاع المرتبة. لمعت كده الكومود وحطيت هنا الكوستر ده، ما قلنا بقى بنغير. وهننضف الارضيات ونمسح ونفرش. عايزه اقول لكم ام تماره عندها ستاير، عندها حفظات سجاد، عندها حفظات للركنه وللانتريه، عندها كمان ستاير للمطبخ. وكمان تقدري تعملي لغرفه النوم بتاعتك او بتاعه الولاد حفظات سجاد بنفس لون الستاير. بجد شغلها ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يوسع عليها، شغلها تحفه جدا جدا جدا. وهي انسانه جميله والتعامل معاها مريح قوي. قولوا لها ان انتوا من تبعي وهيتعامل معاكم احلى واجب. وبجد الحاجات اللي بتختاروها بتوصل لكم زي الصور بالظبط. المهم هتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في التغييرات اللي حصلت، وهتقولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير قوي لكل اصحابكم. وطبعا اي حد محتاج اي تفاصيل عن اي حاجة شفتوها في الفيديو اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم كلكم. ولحد هنا كده خلاص خلصنا الروتين بتاعنا، وقلت لكم هتشوفوا عظمة. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وعايزاكم كمان تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات كتير جدا. ويا ريت تكتبوا لي دعوة حلوة من قلبكم، واكتبوا لي في الكومنتات اللهم اسعد اهل هذا البيت ومن زاره. باي باي.